أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض أكلة جميلة جدا بتركات جديدة هتخلي شكلها وطعمها حاجة تانية خالص. لازم كده كل فترة نجدد في الأكل عشان ما نزهقش منه وولادنا كمان يتفتح نفسهم على الأكل. عشان كده النهاردة هنعمل مع بعض مقلوبة البتنجان. شايفين حلاوتها وجمال شكلها؟ على فكرة سهلة خالص، وشوية تريكات كده هتخليها في حتة تانية خالص أكنك أول مرة تشوفيها. أكلة جميلة ومفيدة، وعشان الناس اللي مش بتحب البتنجان كمان بعد الوصفة دي هتحبه جدا وهيطلبوا منك كمان. وصفة سهلة ومكونات متوسطة التكلفة، وهيبقى عندك أحلى مقلوبة بتنجان شفتيها في حياتك. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بوصفاتي الجديدة. ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ انا عايزة اسمع رأيكم في الكومنتات على الجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفة وطعمها حكاية. النهاردة هنعمل الرز بشكل مختلف و... واللحمة بشكل مختلف العصاج يعني، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. محتاجين بقى ايه عشان نعمل الجمال ده؟ محتاجين بدنجانية كبيرة كده حلوة، وننقيها سودة ما يكونش فيها حتت فاتحة، وننقيها خفيفة عشان ما يبقاش فيها بذر. تمام. وهنقطع الحتة اللي فوق وهنغسلها كويس قوي وننشفها، وبعدين هنبتدي نقطعها بالطول زي ما انتوا شايفين كده. ومش هنقشرها، اولا عشان القشر مفيد، تاني حاجة عشان يدينا الشكل الجمالي. تمام. هنبتدي نقطعها زي ما انتوا شايفين كده، الحجم اللي انتوا عايزينه، يعني التخانة اللي انتوا عايزينها. بس انا بفضل في المقلوبة ان تكون التخانة بتاعتها مش تخينة قوي علشان تبقى سلسة معانا واحنا بنحطها في الصينية. فاهمين؟ انا هنا بوريكم قد ايه رفعها يعني وسمكها. تمام. وهنا انا بعد ما خلصت تقطيعه حطيته في مصفى ورشيت عليه ملح، وحطيت تحتيه طبق علشان يشرب بقى الملح بتاعه، وفي نفس الوقت المية بتاعته تنزل في الطبق. تمام. هو الموضوع سهل مش صعب يعني. وعلى فكرة التكلفة كلها في ربع اللحمة اللي موجود، لكن الرز والبدنجان مش مكلفين قوي يعني. تمام. المهم بقى في طاسة على النار هنحط زيت او سمنة المتوفر عندك، وهنحط بصلاية حلوة كده. تمام. عشان نعمل العصاج. وبعد ما نشوح البصلة شوية حلوين كده، تمام، هنبتدي نحط فصين من التوم، فصين صغيرين مش كبار. التوم مع البصل في العصاج بيخلي طعمه تحفة بجد والله. لو جربتوه هتعملوه كده على طول. العصاج عامة يعني دي ترتيباته. وبعدين هنحط ورقة لوري، وبعدين نبتدي ننزل بقى باللحمة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلبها تقليبة حلوة كده مع بعض. تمام. احنا بننزل باللحمة على البصل قبل ما يحمر عشان كله يستوي مع بعضه. وهنا عندنا يعني حوالي معلقة الا كده من توابل اللحمة، وحبة من جوز الطيب لو متوفر، وملح بقى حسب الرغبة. شوفوا انتوا بتحبوا ملحكوا ازاي وحطي. بس انا ما حطيتش حاجة تانية النهاردة، لو انت عايزة تحطي حاجة تانية مفيش مشكلة. وطبعا حبة الفلفل الاسود برضو للي حابب، اللي مش حابب ما يحطش. تمام. احنا النهارده ما حطيناش فلفل ولا كوبي ولا ملون ولا اي حاجه، عشان عايزين شكل اللحمه هو اللي يظهر في الفينش النهائي بتاع المقلوبه. فاحنا عايزين اللحمه تفضل بشكلها كده بس، وهي المكونات دي كمان بتخلي طعمها تحفه. كده خلصنا العصاج، هنخليه على جنب ونبتدي بقى نعمل الرز. في حله على النار هنحط زيت او سمنه على حسب مقدار الكوبايات اللي هنعملها. انا النهارده عامله 3 كوبايات رز، فحاطه 3 معالق زيت ومعلقه سمنه صغيره. وطبعا البصلايه هتكون وسط. وبرده بعد ما نحط البصله مش هنسيبها تتحمر للاخر، لان احنا مش عايزين الرز يغمق، احنا عايزينه يفضل فاتح بس ياخد طعم البصله. وبعدين هنروحوا نازلين بفص توم زي ما انتوا شايفين كده، توم مفروم، وهنحط عليه لوري، ونحمرهم كده كلهم مع بعض تقلبتين 3، وبعدين ننزل ب3 كوبايات من الميه. الرز ده، الرز المصري ده 3 كوبايات ميه عليهم 3 كوبايات من الرز. تمام. وبعد ما نحط الميه نروح حاطين مرقه ماجي لو متوفره.
طبعا لحمه، لو ما عندكوش لحمه عندكم فراخ حطوا، بس يعني هي المفروض تتحط لحمه. وهنتاكد ان هي دابت كويس قوي في الميه. واول ما الميه تغلي هنروح حاطين الرز اللي احنا غاسلينه وهنحطه بقى على طول. تمام، بالظبط كده. هنحط كميه الرز كلها ونقلب كله مع بعضه عشان المكونات دي كلها تتجانس مع بعضها كده. تمام، وهنسيبه لحد ما يغلي. وبعد ما يغلي هنهدي النار خالص ونغطيه ونسيبه لحد ما يستوي. الموضوع مش صعب خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا بقى في الوقت ده كنت قليت البدنجان. والبدنجان انا ما قليتهوش لدرجة انه احمر قوي، لا يعني يا دوبك بس كده اخد اللون الذهبي وبعدين طلعته. لانك في الوصفة دي لو حمرتيه زيادة عن اللزوم مش هتعرفي تمسكي رق البدنجان كده وتتحركي بيه زي ما انت عايزة، هيتقطع منك ومش هيبقى مظبوط. تمام. الصينيه بقى اللي احنا هنعمل فيها، ايا كان بقى الصينيه كبيره صغيره، اهم حاجه يكون السور بتاعها عالي شويه عشان يدينا الشكل بتاع المقلوبه في الاخر. وهنمسك شريحه من البدنجان ونحطها كده على الحرف، ونخلي الحته بتاعه القشره السمرة دي من تحت عشان تدينا الشكل اللي هتشوفوه في الاخر. تمام. هي سهله مش صعبه. هنبتدي نحطهم ورا بعض كده، كل واحده على التانية، مش جنب التانية، على التانية زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الموضوع سهل وجميل ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنفضل بقى الرز كله كده لحد ما نخلص كمية البدنجان كلها، والاطراف كلها بتاعه الصينية تتملى بدنجان. ما ينفعش نسيب حتة فاضية، ولازم نسيب الحرف بتاع البدنجان كده بره. هقول لكم ليه دلوقتي بعد ما نخلص، بس لازم نسيبه بره. وتملي ما ننساش الحتة السمراء بتاعه القشرة نخليها من تحت. تمام. جميل. اكله جميله جدا. عايزه اقول لكم لما خلصت احنا قعدنا ناكل فيها بسم الله ما شاء الله يعني. بالهنا والشفا على اللي هيجربها بقى وتعجبه ان شاء الله. اهي كده احنا خلصنا الصينيه كلها. تمام. هنبتدي بقى نحط الرز بعد ما استوى. شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي؟ هنحطه كده في الحروف. مش هنقرب بقى على نص الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي نحاول ان احنا ننظمه كده بحيث ان هو ياخد الحروف بتاعه الصينيه بس ما يجيش في النص. ونبتدي نطبطب عليه كده بالراحه بمعلقه او اي حاجه علشان يبقى متساوي. وبعدين هنا انا كان عندي حته من الفلفل الاحمر للشكل، وطبعا هو طعمه حلو، بس عشان الشكل النهائي يبقى شكله جميل كمان، يبقى شكله مميز. حطيته كده داير ما يدور بعد الرز. وبعدين هحط بقى في النص اللحمه المعصجه اللي احنا عملناها. تمام. هو على فكرة يعني بتاخد كام معلقة لحمة كده وخلاص، يعني الموضوع مش مكلف قوي يعني. وهنبتدي بقى نضغط عليها كده بحيث ان احنا نكبسها حلو، عشان ما تبقاش مفرفطة كده لما نيجي نقلبها من الصينية فما تطلعش مظبوطة. لازم بعد ما نخلص اللحمة كده نضغط عليها لتحت علشان تستكن صح في الصينية، ما تلزقش في الصينية من فوق لما نيجي نقلبها يعني. تمام. حلو قوي. وبعد ما هنتك عليها كده هنبتدي ننزل ببقية كمية الرز على كل ده بقى. يعني هنغطي بقى الرز بكمية الرز التانية، وهنغطي اللحمة كمان زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كمية الرز الباقية كلها. انا الصينية دي خدت معايا 3 كوبايات. انتوا بقى على حسب بقى افراد اسرتكم ممكن تقللوا الصينية شوية، وتعملوا بقى حساب اللحمة هتتحط ازاي والبدنجان والرز عشان يطلع لكم الشكل النهائي. بعد ما حطيت كمية الرز اللي عندي كلها، هبتدي اجيب الهراسة اللي هي بتاعت البطاطس والحاجات دي واضغط عليها. ما عندكيش هراسة ممكن تجيبي صينية تانية مقاس اقل شوية وتضغطي عليها كده بقعدة الصينية، هتتظبط معاكي وهتبقى ايه، سوا واحد زي ما انتوا شايفين. وبعد ما اخلص الضغط بتاع الرز دوت ان انا اضغطه كده، اروح جايبه بقى الطرف بتاع البدنجان، اقفل بقى الصينيه كده على بعضها، اقفله على الرز زي ما انتوا شايفين كده. تمام. عشان كده قلت لكم لازم يتساب طرف كويس كده، حته كويسه كده بره. وهنبتدي برضو نضغط عليها كده علشان تبقى ماسكه نفسها كده واحنا بنقلبها. وفي طبق بقى واسع، صينيه، اي حاجه كده شكلها حلو عندك، المتوفر عندك اقلبيها بقى فيه.
اللحظة دي كانت عايزة لحظة قوة يعني وعايزة حد عنده عضلات. بس أنا الحمد لله ربنا قواني يعني وعرفت أعملها. وتروحي بقى قلبها بسرعة، يعني ما تاخديش الحتة دي كده بالراحة، لا لا لا، تقلبيها كده بسرعة، بس اوعي تقع منك يعني. ان شاء الله تيجي سليمة وتبقى الدنيا متظبطة. تمام. وبعد كده هتيجي تخلعيها بقى الصينية، هتخلعيها بالراحة، مش عايزاكي تشديها مرة واحدة، زي ما بننزل الكيكة كده. هننزلها كده بالراحة ونخبط على الصينية كده عشان المقلوبة تفتح لنا. لا، نخبط عليها عشان المقلوبة تنزل. شفتوا بقى الجمال؟ شايفين حلاوتها؟ والله انا مبسوطة جدا بشكلها. تورتة، والله تورتة بدنجان دي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم.